بعد هجوم الجمهور على الفنان أحمد حلمي بسبب فيديو أنت مصري، اللي شاف عدد كبير من الجمهور إن الفيديو ده كان فيه سخرية لمصر وللمصريين. وأخيرا خرج الفنان أحمد حلمي عن صمته ليرد على حملة الهجوم العنيفة اللي تعرض لها خلال الساعات الماضية بسبب الفيديو المتداول تحت عنوان حلمي يسيء لمصر والمصريين، حيث اتهمه البعض بإهانة الملحن مصطفى جاد وزوجته كارمن سليمان، وكذلك الإساءة للشعب المصري بسبب إفيه ساخر صدر منه أثناء ترحيبه بهما في عرض مسرحيته بني آدم في موسم الرياض. وأكد أحمد حلمي إن الفيديو المتداول جرى اجتزاؤه بشكل مقصود لإثارة الجدل، مشيرا إلى إن هي حملة ممنهجة بهدف الهجوم عليه وإقناع الجمهور بتعمده الإساءة لمصر والمصريين. وأكد أحمد حلمي إن لو كانت نوايا البعض حسنة كان من المفترض إن يفهموا من الفيديو قصده الحقيقي، وهو إكرام ضيوف المصريين وحرصه على جلوسهم في الصفوف الأولى احتراما لهم. ونفى أحمد حلمي تماما إنكاره معرفة الملحن مصطفى جاد أو تعمد إهانته حسبما زعم البعض، وأشار إلى إن هو وزوجته المطربة كارمن سليمان من أعز أصدقائه، وهو اللي قام بدعوتهم بشكل شخصي لحضور المسرحية بموسم الرياض. ورفض حلمي تماما أن يزايد أي شخص على وطنيته وحبه لبلده مصر، وأشار إلى أن الأمر ده بديهيا ولا يحتاج لتأكيد أو تبرير بالدفاع عن نفسه. في الوقت نفسه استنكر حلمي تفسير البعض لصورته الأخيرة اللي نشرها عبر حسابه الشخصي انستجرام، اللي ظهر فيها مرتديا جاكيت وسماعات ويخفي وجهه، حيث اعتبرها البعض تعليقا غير مباشر منه وتجاهلا صريحا لانتقاد الجمهور. وبرر أحمد حلمي سبب نشره للصورة في التوقيت ده بالأخص، ووضح إن المكان اللي كان موجود فيه مع أبنائه شديد البرودة، وده اللي خلاه يرتدي الجاكيت تقيل، والتقط صورة عادية بشكل عفوي كعادته ونشرها على السناب شات وبعد كده على الانستجرام. وتساءل حلمي هل سيتم تفسير كل صورة أنشرها بطريقة مغلوطة؟ واختتم أحمد حلمي دفاعه عن نفسه أمام سيل الانتقادات اللي تعرض ليها كيف تصل المؤامرة لهذا الحد. جمهوري الحقيقي في مصر والعالم العربي عارف إن أنا بركز على شغلي بس، وبحترم جمهوري وأبادلهم الحب والاحترام. وبكده خلص الفيديو اللي معانا. الناس اللي حابة دايما تتابع الأخبار ما تنساش تعمل لايك واشتراك.